كيف تنجح أو تنجز أي شيء في هذا العالم المجنون؟ النجاح دلوقتي أسهل من أي وقت مضى. عايشين دلوقتي في عصر الأغلبية متوسطة القدرات، فبالتالي بحاجات بسيطة قوي هتقدر تتفوق. إزاي أنجح أو إزاي أقدر أنجز؟ حاجتين: ديسيبلين وفوكس، الانضباط والتركيز. ما هو تعريف الانضباط؟ الانضباط وهو إنك تعمل الحاجة اللي بتكرهها كأنك بتحبها. Discipline is doing what you hate to do but doing it like you love it. الانضباط هيجي من خلال انك تكتب انت ليه عايز تنضبط، تبدأ بخطوات بسيطة وتحذف المزاج والمشاعر من موضوع الانضباط. التركيز عامل اساسي علشان تكتسب اي معرفة او عشان تطور اي مهارة. في عالم مليء بالمشتتات، النجاح هيأتي للناس اللي بتعرف تركز. عشان كده بنقول لك يا صديقي من البدايه، لو ما وصلتش بارادتك، كلنا عايزين، لكن لو ما وصلتش بفعلك، يعني لو ما عملتش فعل الوصول، ما تقوليش انا عايز، ماليش دعوه باللي انت عايزه، ليه دعوه باللي انت بتعمله. لو ما عملتش فعل الوصول يا صديقي، لو ما عملتوش خلاص ساعتها الحياه خلصت. لا، الحياه مليانه بالفرص، وربنا ممكن يفتح عليا في غير ثانويه عامه، وربنا ممكن يوسع عليا عادي. وفي عندنا نماذج كتير في الحياه مش شرط ثانويه عامه نهايه المطاف، وده كلام على فكره مش طبطبه، ده كلام واقعي. لكن هتتقبل وقت توزيع الغنائم، في وقت توزيع الغنائم في شهر 8 هتتقبل تقول انا راضي اللهم لك الحمد على ما كتبت. لكن اياك ثم اياك ان تجحد، هتبقى خسرت دي ودي، هي دي الازمه. اهدى على نفسك. احيانا احسن قرار ممكن تاخده انك تهدى على نفسك. ما في شيء ما صار كان لازم يصير، وما في شيء صار ما كان لازم يصير. لا تندم ولا تنقهر ولا تتوجع. الله تعالى يقول ليس لك من الأمر شيء. كان لازم توقع بالغلط مشان تتعلم، وكان لازم تتعرض لنكبة ولقهر مشان تنكشف الوجوه على حقيقته، مشان رب العالمين يعوض عليك بفرج عاجل لا تبلغه بجهدك ولكن برضاك عن أقدار الله. الله تعالى يقول قل إن الأمر كله لله. حتى دمعتك رب العالمين اللي بكاك مشان ينفس عن كربك، ورب العالمين اللي ضحكك مشان يبشرك بالفرج العاجل، وهو القائل وأنه هو أضحك وأبكى. لذلك اهدى على نفسك، لأن الله معك ولن يتركك وحيدا، وهو القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى. الشغل بمزاج لا يعلى عليه، عكس هو اللي صحيح. الشغل بمزاج شيء مش كويس وشيء لا يعتمد عليه. كل لما بتكبر بتنضج وتدرك ان المزاج المفروض ان هو يتشال من المعادلة تماما، وبتحط مكانه حاجات تانية كتير زي المسؤوليات، زي الانضباط. انضباط اهم بكتير بكتير من الموهبة والاعتماد على المزاج. العالم مليء بالموهوبين المتخاذلين، واكبر فخ ممكن اي شخص موهوب يقع فيه هو ربط انتاجه الابداعي بالمزاج. المزاج هو شيء متقلب ولا يستقر تلقائيا الا نادرا. فكرة ان كل شعور هو مجرد اقتراح، ما وافقتش عليها وقمت واشتغلت وبدأت في الشغل، هتكتشف ان انت ما كنتش تعبان وما كنتش مكسل، وموضوع المزاج ده ما كانش حقيقي. الحل هو انك ابدأ في الحاجة وخلاص، اتحرك، ابدأ يا